السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عايزين النهاردة نتعرف مع بعض على مين هو الشخص النرجسي اللي بقت كل الفيديوهات تتكلم عنه وكل المسلسلات بتتكلم عنه. وايه اللي خلاه نرجسي، وهو ليه مؤذي بالطريقة دي، وليه بيحاول تدميري طول الوقت. عايزين نعرف مين هو النرجسي. في البداية، النرجسي ده شخص مؤذي، شخص غيور حقود. اعتقد اني افضل مثال او وصف يتقال على النرجسي هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافق: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر. هو فعلا في كل الصفات دي. ايه نشأة النرجسي نفسها بتبقى عامله ازاي؟ ايه اللي خلاه نرجسي؟ في الطفوله غالبا بيبقى اتعرض لحاجه من اتنين: يا اما طفوله قاسيه جدا، اهله كانوا قاسيين معاه بشكل كبير، او بيحملوه مسؤوليات اكبر من سنه، اكبر من طاقته، بيعاملوه على انه شخص بالغ، شخص كبير لازم يشيل مسؤوليه الاخرين. علشان كده لما كبر بقى هو شايف نفسه، بقى يقدر نفسه: لا انا افضل من الكل، انا بتعامل كويس، انا هميز نفسي عن الاخرين. يا اما العكس تماما، يبقى شخص دلوع، طفل كده مدلل، اهله بيعملوا له كل حاجه هو عايزها، يشاور بس فيجيبوا له اللي هو عايزه. ده طبعا بيخليه برضه طفل نرجسي، حاسس ان الدنيا كلها ملكه، بتاعته، هو الوحيد المستحق لكل الاهتمام اللي في الكون. الشخص النرجسي ده مفتقر للتعاطف. الشخص النرجسي دايما مفتقر جدا للتعاطف، ما بيعرفش يحس بالآخرين، ما يقدرش يحط نفسه مكان وجع شخص تاني أبدا. بالعكس، ده فكرتوني انك مرة أعرف حد نرجسي كان دايما من الكلام اللي دايما على لسانه اللي يصعب عليكي فقرك، اللي يصعب عليكي فقرك. مع اني يعني مع اني الرحمن الرحيم من اسماء الله الحسنى، من صفات الله سبحانه وتعالى ان القلب يبقى رحمن ورحيم ورؤوف بالناس. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: حرم النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. فلا، هو عكس ده تماما، هو بيبقى قلبه جامد، ما بيحسش بالناس. ممثل رائع، هنعرف ده في الحلقات الجاية ان شاء الله، لانه بيعرف يمثل التعاطف بقوة لدرجة انه يقنع اللي قدامه ويعمله صدمة ان ازاي هو ده الشخص كويس اللي انا كنت اعرفه. فالشخص النرجسي شخص لعوب، ممثل رهيب، كاذب، منافق. اعتقد ان في ناس كثرت النرجسيين حوالينا للظروف اللي انا وصفتها دي. النرجسية ده نوع من انواع اضطراب الشخصية، يعني خلل في الشخصية بسبب زي ما قلنا التربية والظروف. النرجسية بتتكون من أنماط كتيرة خالص وأشكال كتيرة خالص. في النرجسيين على فكرة ممكن يتعايش معاهم وممكن السيطرة عليهم، وفي نرجسيين لأ، في نرجسيين بيبقوا أقرب للسيكوباتية. وعلى فكرة في نرجسيين سيكوباتيين، دول بيبقوا حالتهم صعبة جدا، بيبقوا مجرمين. فدي مقدمة كده بسيطة عن النرجسية وليه انتشرت بالطريقة دي وليه موجودين حوالينا كتير. النرجسي على فكرة ممكن يكون من أقرب الأشخاص حوالينا، ممكن يكون أب أو أم للأسف، وغالبا أولاد النرجسيين بيبقوا نرجسيين. ممكن يكون الصديقة الرخمة اللي بتغلس عليكي بتضايقك وبعدها ترجع تقولك معلش ما كانش قصدي. ممكن يبقى زميلك أو مديرك في العمل اللي بيديك تاسكات أكبر من المطلوب مجرد إنه يعقدك أو يضايقك أو يقرفك. طيب، أعرف إزاي إذا كان الشخص اللي أنا بتعامل معاه ده نرجسي ولا لأ؟ علماء النفس عملوا اختبار من 30 سؤال، انت بتشوفوا من خلاله اذا كان الشخص بتعمل معاه نرجسي ولا لا من الاجابات. وده ان شاء الله هيكون الفيديو التالي للفيديو ده، اختبار 30 سؤال اللي هتعرف بيه اذا كان الشخص بتعمل معاه نرجسي ولا لا. خلاص تمام، يلا احلى سلام.